من الكتب والتعليم وكل الحاجات دي واللبس المدرسه والكوتشي. اولياء الامور اللي شعر بنتهم كيرلي. الكيرلي ده يعني المجعد الهايش اللي مش سايح ناعم ده. هاي او باي، صباح الفل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ديكي انت صديقي، انت رفيق البيت انيسي تقريبا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه واحنا واولادنا طيبين وبخير. دخلت المدارس، انا مالكه بنتي داخله دلوقتي، انا الساعه 8 9 الساعه كام؟ 9 وتلت، لازم اروح الشغل دلوقتي. مالكه بنتي عماله تقول لي ده ابسط يوم في حياتي عشان بكره هروح المدرسه. النهارده يوم عيد عند ولادنا، ف بس هو عيد مكلف شويه. اي عيد اصلا للولاد اللي الولاد بنتبسط بيه، احنا اللي بندفع، ومقابل ده بنشوف احلى ضحكه واحلى فرحه واحلى ابتسامه، نعيش وندفع ونعيش ويعيشوا. انا جايه اقول كلمتين بسرعه. السبلايز دي حاجه مهمه جدا عند المدرسين بتطلب ورقه سبلايز قد كده، بس ده في المدارس الانترناشونال. احنا مدارس تجريبي على قدنا كده، طالبين حاجات بسيطه. السنه اللي فاتت واللي قبلها كانوا طالبين حاجات اكتر. واضح ان الوزير السنه دي مهتم بالتعليم اكتر، والتقييمات اسبوعيه، ومنزل كنا في زوم ميتنج ساعتين انا والميس والاولياء الامور. الميس تحفه بصراحه، ربنا يكرمها يا رب ويقعده لها ان شاء الله في اولادها. تقييمات اسبوعيه المدرس لازم يعملها، والتقييمات دي على بتاع ده الوزاره اسمه ايه، على صفحه الوزاره او موقع الوزاره. دوروا عليه وهسيبه لكم. الكتب كلها على موقع الوزاره، احنا كاولياء امور نزلناها PDF، وفي واحد تكرم ولي امر وطبع علينا كلنا، حولنا له الفلوس بتليفون كاش ب 45 جنيه الكتاب، مش موضوع يعني، او ب 40 تقريبا، 5 جنيه توصيل. وطبعنا كتاب العربي، فالعيال هتروح اول يوم مدرسه معاهم الكتب. لو عايزين تطبعوا باقي الكتب براحتكم. الحساب بتاع التجريبي، الماس بتاع التجريبي اسمه حساب. المهم مش هطول عليكم. مليكه صحيت، مليكه حست ان انا بعمل حاجه فجايالي، هي جايالي بعبالها كده، يا ساتر يا رب. المهم انا جبت للولاد لانش بوكس، عشان اللانش بوكس التاني بتاعهم صغر عليهم، بس بصوا لقيتهم مالينه ايه. ده بتاع مليكه، شايفين مليان حلاوه المولد. تقول لك عشان ادي الميس يا مامي، هدي الميس وهدي اصحابي. انت صحيتي ليه؟ مش فاهمه. في مالك ودي، مع ان مالك ملوش قوي في حلاوه المولد، وهو واخد بس واخد شويه صغيرين. بصوا حبايبي فرحانين. انا جبت اللانش بوكس ده من التوحيد والنور، الواحد ب 120 جنيه، كان فيه لحد 600 جنيه، بس انا حسيت ان انا مش هدفع المبلغ ده في لانش بوكس يعني. كان في بقى متقسم من فوق، في هنا طبقه متقسمه. كان عندي في اللانش بوكس بتاع السنه اللي فاتت بتاع مالك، كانت نور جايبهوله، ما عجبتنيش الصراحه. ده حلو، حجمه حلو عريض، ياخد سندوتشات، ياخد فاكهه، ياخد كل حاجه. بتاع نور اكبر. ده اكبر، بصوا حلو قوي وجميل. راح اديني صوره يا لولي وانا بالقمر ده. شوف الكراريس بقى والكشاكيل. ما نزلتش شعر مليك. روحي يا مليكي هاتي علبه الدواء الصغيره دي، اجري كده. بس انا هقول لهم حاجه، ما تخافيش. هقول لهم يعملوا ايه مع اولادهم عشان المدرسه، لو في واحد في الفصل جنبكم في حاجه ممكن تطير عليكم. نحطه مره في الاسبوع عشان مفيش حاجه تطير على شعر ولادهم، صح؟ فرشه شعر للولا، اللولا الاموره، كريم بليس للناس اولياء الامور اللي شعر بنتهم كيرلي. يعني انت كويس انت سمعتي، اللي شعر بنتهم كيرلي يجيبوا ليف ان، ما يجيبوش كريمات ولا زيوت ولا كل الحاجات دي، يجيبوا ليف ان. الزيت يتعمل حمام زيت ويتغسل، وبنتك يتحط لها ليف ان على شعرها. النوع ده ارخص نوع اللي هو المصري بليس، تحفه على فكره، مش ارخص، دي مش حاجه وحشه. في رو افريكان بقى، وفي حاجات كتير، بس ده جميل بحبه. طبعا لازم اجيبه للولي القمر.
ما كانش فيه الأداء فجبت انا بحب الكوكونات بس ما فيش، فجبت الذهبي ده اول مره هجربه. مش مكتوب حتى بريحه ايه والله، بس هو فيتامين اي يعني. الشامبو بقى شامبو بليس تحفه، بيخلي الشعر طري. في ايه؟ بيخلي الشعر طري وجميل جميل جميل كده وصحي وجميل. انا بحبه بستخدمه ومليكه بتستخدمه، بيخلي شعرها امور. روحي نامي. جاهزين للمفاجاه؟ غمضوا عينيكم، عملنا لكم مفاجاه. اهم حاجه هتاخديها في شنطه ولادك، اهم حاجه تاخديها او تشتريها، انا اسف، اهم حاجه تشتريها وانت بتجيبي السبلايز بتاعت ولادك، اهم من الكتب والتعليم وكل الحاجات دي واللبس المدرسه والكوتشي، هو ناقص واحده تقريبا العيال لاعبين بيها، الفلايه. الفلايه يا جماعه في المدارس اهم من المدارس نفسها. احنا اولادنا بيختلطوا وبيروحوا هناك في المدارس، طبيعي الاحتكاك بيطير حاجات، تنط على راس حاجات من ناس تانية. مش بنقول ان الناس اللي حوالينا وحشين، لا بالعكس عادي. ياما ناس بيحصل لها كده هم نضاف جدا من تراب. من انا ابني وهو صغير ده وهو كبير والله بيقرش في شعره وايده بتعصى اي حاجه. يا حبيبي ايه بتعصى؟ نسيت يا ماما. يا مش تحطي ايدك في شعرك ما تعصى. ايوه صح يخرب بيتك يخرب بيتك، في حاجات هتطلع. فيا جماعه اهم من السبلايز والكتب والتعليم وكل حاجه الفلايه. السبلايز دي الحاجات دي يعني الادوات، ركزي على الفلايه. في دواء انا جايباه بس مليكه مش عايزه تجيبه عشان هي شايفه ان حاجه زي دي عيب تتقال اصلا، بس قالوا لي ده وقايه. يعني ايه وقايه؟ يعني نحط ايه؟ يعني ايه؟ قلتي ايه؟ انت مش باينه في الكاميرا، تعالي هنا جنبي. هي لسه صاحيه بقى معلش. يعني الوقايه خير من العلاج. هتعملي ايه بده يا انا اسمه ايه، افريزين ده تقريبا كنت رايحه اجيب حاجه، انا لقيته ب 52 جنيه، انا قلت هجيبه ب 6 جنيه ولا ب 8 جنيه، غالي يعني. غالي يعني هيبقى بكام؟ يعني ب 20 جنيه. مش مهم، مش هستخسر في عيال عشان العيال شعرهم يبقى نضيف. لقيته ب 56 جنيه. كان في واحد اسمه لوسيون باين ولا مش عارفه اسمه ايه زمان كده، لقيته ب 350 جنيه وناقص في السوق اصلا. ان شاء الله عنه ما جاي. هاتي يا بنت الافريزين ده او حطي جاز. احنا لو انتوا عارفين لو في جاز بيتباع وعارفه بيتباع فين، مرتين في الشهر احتياطي. كل اسبوعين نعمل لهم بيه حمام كده، نغير شعرهم ساعه ونسيبه بعد كده نغسل شعرهم. الاحتياط واجب والوقايه خير من العلاج، والله ما بلغت. ده نشيلهم جوه عينينا دول. اجري بسرعه هاتيه بسرعه. ابيض ده احنا نسينا اهم حاجه. أهم حاجة في الدنيا. بص بقى السبلايز بقى المهمه بقى. مالكه فين بقى الحاجات؟ فين الاقلام والحاجات؟ بصوا دي الميس كانت بتطلب فرخ فوم ومش عارف ايه، لما وقتها نبقى نجيب. وأهم حاجة المناكير الفضة بتاعي. اهم حاجه يا مليكه. أنا كنت اخترت ألوان تانية بس ماما قالت لي أجيب ده عشان عمري ما جبته. ايوه التانيين عندهم زيه، لكن مليكه يا جماعه اهم حاجه عندها المانيكير والبرفيوم. انتوا عايزين برفيوم يا مامي؟ هحط لك من البادي سبلاش بتاعي انا. فالمهم يا جماعه هاتوا لاولادكم مانيكير ويكون بيلمع. صحي يا لولي؟ بتقولي البنت امبارح عايزه واحد لماعه كده، لماعه. خدي يا مليكه الاحمر. لا مش ده، عايزاه يلمع لماعه. خدي اللماعه بربرب. الميس طالبه تبصيه عشان روحي هاتي ازاز الميه. هوريكم هم عاملين ايه في ازاز الميه اللي انا جايباها بقالي 4 ايام. الميس طالبه برضه كشكول سلك. انا بحب اجيب ستيكر. الستيكر ده لما بجيب منه دستة بيلزقوها كلها في يوم واحد على الحيطه، فبجيب واحد نعلمهم الادب وانا كمان اتعلم الادب. جبت هم عندهم الازايز دي من فتره، واحده فيهم حطها اتكسر، وانا في التوحيد والنور لقيت دي بالظبط زي دي، وعندي واحده جوه زيها انا بحط فيها بذور الشيا، باخدها معايا الشغل، انا بصورها كتير. بصوا ولا بيطلقوا ولا اي حاجه خالص، حلوين وكتاكيت وامامير وزي الفل. امسكي يا لولي.
حاطينهم بميتهم في التلاجة بقالهم 3 ايام. أربعة. 4 ايام. فكي بسم الله. بس عشان نكمل خلاص. بس خلصات. امسكي دي ميه. يا في ايه؟ دي ميه. خلصات يوم. هروح هاتي القلم اللي هو اللي انا جايبه لك الجديد ده. باختصار شديد، اقلام فابري كاسل جبت 6 اقلام فقط لا غير. كنت بجيب دستة كل يوم يضيعوا قلم ويجي ياخدوا غيره، وشايلها فوق في الدولاب اللي فوق عندي، كل يوم برضه ياخدوا من ورايا. واحده قالت لي من كام يوم ارفعي الحاجه في رف فوق، يعني هما يا اختي مش هيكلوها، يا اختي بيطلعوا على الرخامه، بيطلعوا عندي على ظهر السرير، ناقص اجيبهم من نجفه. وجبت المقلمه دي لولا أنا اخترتها. مليكه اللي اختارتها، هي اختارت كل حاجه. روحي وريهم القلم الامور. أنا جبت القلم ده رصاص، لو الحتة دي اتخلصت هتنزله وهتجيب تاني. ووريهم برية بطاطس. والإريسر. الليزر. الليزر. فابريكاسل. والقلم. قلم فابريكاسل. انا جبت المختصر المفيد. هو مش بيطلع ليه بيت. المختصر المفيد يا جماعه. كنت بجيب برضه جسد كشاكيل ومش عارف ايه. فابريكاسل برضه. هاتي يا لولو. كل واحد معاه قلم من ده، واحتياطي قلم من ده. هاتي مقلمه الدرس يا مليكه، واستيكه وبرايه، وعندهم مقلمه للدرس فيها نفس الحاجات عشان مش يشيلوا من دي وينسوا مش عارف. كل شنطه الدرس بحاجاتها وشنطه المدرسه بحاجاتها. باختصار. وعلبه الوان من الصغيره للعلبه الثانيه دي. شوفيها شنطه اخوكي. وعلبه الوان من الصغيره عشان اي علبه. انا جايبه لهم الشمع جوه متقطع حتت ومعمول بيه على ماشي. باختصار شديد، المختصر المفيد كده الحاجات دي هيفرحوا بيها اول اسبوع بس، اول سنه قصدي، يعني هيفرحوا بيها اول سنه بس، هتبقى معاهم طول السنه وهيحافظوا عليها في علبها. نشيل القلم نلون وندخله تاني، صح يا لولي؟ نحط كله في المقلم. لا مش تحطي كله في المقلم، مش بهزر. 6 كراريس، 3 ولادي و3 ولادي و3 بناتي من كل نوع. 6 كراريس مربعات اللي هي بتاعت الحساب والمال، 6 كراريس عربي، 6 كراريس انجليزي. كان الله بالسر عليه. والله انتظموا وراحوا المدرسه طول السنه زي الوزير ما قال هجيب تاني. ما انتظموش يبقى دول كده هيكفونا المدرسه والدرس السنه الجايه كلها، الترم الاول والتاني. وكمان دي. ودي مهمه جدا عشان الانشطه بحب اجيبها. بقول للبنت عندك البتاعه اللي هي شبه زبده الكاكاو اللي بنلزق بيها. قعدت تضحك، مش فاكره اسمها ايه الصراحه. جلو ستاك، اسمه جلو ولا اسمه ايه؟ نسيت. ايوه جلو. دي هتبقى معايا. جبت مقلمه للسيكي ميكي قمر. بصوا برضو بس بقى ما نجيب ايه؟ فيها نفس الحاجات. بس المرة دي بقى فيها ده هو وده. نفس الحاجات بالظبط. قلم برية بطاطس. وبرايه بطاطس بس خضر. خضر عشان مالك اللون المفضل ليه الاكتر. قلم من اللي هو سنون ده، وقلم فابري كاسل، واستيكه وبرايه. بس الميس بتجلد لهم ورقه A4 بتتغلف، وبجيب له قلم من ده بيكتب بيه. هناك الميس بتخليه يكتب انشطه وكده، وهو كان نفسه في القلم ده عشان مليكه معاها زيه وجبتهوله. خليتش نفسهم في حاجه. شويه هلاهيل ب 500,000 جنيه، مش كتير، مش حوار. هو فعلا نفس الحاجة بس. نفسك في ايه؟ حاجه للشعر؟ اجيبها لك. بقالي يومين في حاجه تانية جبناها، في حاجه تانية جبناها نسيناها. جبت فرشه لمليكه عشان فرشتها اتكسرت. هاتي الفرشه اللي ايديها مكسوره دي. مليكه هو انت كسر الفرشه عشان انا اجيب لك غيرها؟ لا. وين فرح؟ ربنا اتكسر. لا ربنا بدل حلفت خلاص اهي مكسوره الفرشه. جبت لها واحده خشب زي بتاعت خالته نور. يلا بقى الحق اروح الشغل. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. انا مصوره لكم حته كده من التوحيد والنور وانا بجيب فيها لانش بوكسات مختلفه، لو حد ما لحقش يجيب يروح يجيب. انا ولادي على فكره مدرستهم يوم الاثنين، سنه ثالثه ابتدائي مدرستهم يوم الاثنين. بكرة. انا هاخد دول عينهم جوه عندي. يا جماعه نسيت اجرب لكم النضاره على الطقم، يعني انا كده مجرباهم من هناك، بس مهم اجربهم تاني. او مون ديو
استنى. الله، بصوا بالنور. دي جميلة يا دي. أمريكانية دي ولا إيه يا ناس؟ لا شي إن في الشياكة ما بيهزروش. بصوا دي النكلس دي من صاحبتي اللي أنا قلت لكم عليها إيمان، بتبيع حاجات ستانلس تحفة 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 تحفة، كيوت قوي، والسعر رولكس. دي كوبي رولكس بس حلوة خالص. يخرب بيت طعامتك يا بيت يا أمنية بجد. سمعوني واحدة في الكومنتات يخرب بيت طعامتك يا بيت يا أمنية. هو كل سنة واحنا طيبين وكل حاجة عشان دخول المدارس، بس البلد زحمة أوي، البلد زحمة أوي أوي أوي. يا رب فكها علينا يا رب. بقالنا 9 سنين في شارع واحد بيتاخد في دقيقة ونص. الطرق الجديدة اللي كانت فاضية ما بقتش فاضية، زحمة برضو زحمة. بعد إذنك يا ريس ممكن تعمل لنا طرق كمان، زود لنا كباري كمان بعد إذنك والنبي. يلا بقى اشوفكم على خير ان شاء الله.